كلمتين مهمين جدا. لو انتي رحتي للدكتور او انت رحت للدكتور وعملت دايت وما جابش نتيجه، وغيرت الدكتور وشفت دكتور تاني زمايلك او صحابك جايبين معاه نتيجه، ورحت له وجربت الدايت بتاعه وما وصلتش لنتيجه، رحت لدكتور تالت ونفس النظام، وانت نفسك بتعمل محاولات كتيره من الدايت اللي بتشوفها على السوشيال ميديا وبرضه مفيش حل. يعني الدايت اللي انت بتعمله نتيجته ضعيفه جدا ومش مرضيه، وحاسس ان في حاجه غلط وعمال تجرب ومش لاقي نتيجه. انا هتكلم عن حاجه معينه في الموضوع ده. ادي فرصه للدكتور يعرف ايه المشكله اللي عندك. احنا في الاسسمنت بنتشيك على الفيتامينز، بنتشيك على الليبيد بروفايل، مقاومه الانسولين، السكر، صوره الدم كامله، سي بي سي، بنشوف الفيريتين، الغده، يعني كل الاعراض اللي احنا بنشك فيها بنقول لك روح حللها او نشوف نسب الحاجه دي ايه، انه وارد يكون هو ده السبب. ممكن نعمل تحاليل الاعراض اللي واضحه ونلاقيها مفيش مشكله، او في مشكله وخدنا لها علاج ولكن انا لسه ستيل ما بخسش او النتيجه مش مرضيه وحاسس ان في حاجه غلط، فارجع لنفس الدكتور اللي بيدور معايا وعمل لي اسسمنت او كشف عليا وقعد معايا مره واثنين وثلاثه، ارجع له تاني واقول له النتيجه بتاعتي كذا وانا ستيل حاسس ان في حاجه غلط، قبل ما ادور على دكتور تاني. ليه؟ لان هو ده اكتر حد قاعد اتكلم معاك. في مشاكل مرضيه ما بتبانش من اول قعده ولا تاني قعده ولا تالت قعده، بتبان بعدين. اوقات بنكتشف كوارث مع الحالات، يعني ممكن تبقى الحاله عندها لا قدر الله كانسر وهي مش عارفه، واحنا شغالين والدنيا كل حاجه زي الفل ومش باين اي اعراض ومش باين اي حاجه، واكتشف في الاخر ان في كانسر، اكتشف في الاخر ان في مرض مناعي هي اصلا ما تعرفش عنه حاجه. فده بيجي ازاي؟ يجي احنا نتكلم مره واثنين وثلاثه، طب لا الطريق ده احنا جربناه، نشوف طريق تاني، نشوف طريق تاني، نشوف طريق تاني، عشان احنا في الاساس بيبقى فيه ايه؟ اولويات، يعني هو بديهيات بنمشي بستيبس سيكونس كده معين بنمشي عليه. فمش منطقي يعني مثلا مش هيجيلي مريض او هيجيلي حد عايز يخس اروح اقول له اعمل فول بودي اناليسيس، كل التحاليل، ومثلا اعمل رنين على جسمك كله، واعمل كذا وكذا وكذا. الحاجات دي كلها ما تنفعش. احنا عشان يعني مثلا لو حد بطنه بتوجعه فراح يعمل رنين، او عنده مشكله في ظهره راح يعمل رنين، فهو مش بيبقى في التقرير بتاع الرنين في الروشته هو انا بعمل رنين عشان اشارك في الحاجه الفلانيه، تمام؟ انا عايز رنين على كذا، بصيلي على كذا. فهو الدكتور بتاع الاشعه لما بيعمل لك الاشعه بيبص على الحاجه الفلانيه، لكن هو الرنين كنفسه اللي هو بيصور لي كل حاجه في الجسم ده مش اداه تشخيص. ان هو يعني انا بدور على ابره في قماش، فلا، هو التشخيص بيبقى ايه؟ يعني في نقطه انا شاكك فيها فبتشيك عليها اتاكد دي فيها مشكله ولا لا. والله فيها مشكله هنحلها، ما فيهاش مشكله هنسيبها وندور على غيرها. واحنا في حالات كتير فعلا بتبقى كومبليكيتد، بتبقى عندها مشاكل كتير قوي، عمالين نحل من مشكله 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 ولسه في حاجات تانية مش عارفينها فبنستكشفها، او بنتشيك على الحاجات اللي واضحه قدامنا فلا سليمه فبنشوف طرق تانية بطريقه ما ترهقش العيان ماديا ونفسيا. بنمشي ايه؟ واحده واحده. خلي بالكم من الموضوع ده لانه مهم، لان فعلا في حالات كتير قوي بتقدر تغير الدكاتره زي ما بتغير هدومها، واصلا هي لو ادت فرصه للدكتور اللي هي بتثق فيه انه ياخد فرصته في الاسسمنت الكامله او في الريسيرش عن حالتها، الدنيا هتتحل.